ما هو الضابط في الحب في الله والبغض في الله؟ وهل يجب علي إذا أحببت فلانا من الناس أن أخبره بأنني أحبه؟ ذكر أهل العلم ضابطا في الحب في الله والبغض فيه الذي لا يشوبه شائبة ولا يخدشه خادش، أنه هو الحب الذي لا يزيد مع الصفا ولا ينقص مع الجفاء، لكن دون تحقيق مثل هذا المقام، دون تحقيقه أمر عظيم قد لا يستطيعه كثير من الناس ولا يقدر عليه. ولذا يقول ابن عباس في القرن الأول وفي عصر الصحابة وكبار التابعين: ولقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. ويقصد في ذلك غالب الناس، وإلا فيوجد من يحقق هذا الأمر، لكنه في الزمان الأول كثير، ثم ما زال ينقص ويتضاءل حتى قل أو ندر، لا يزيد مع الصفا ولا ينقص مع الجفا. ومثله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فقال بعض أهل العلم أن تحقيقه متعذر، مع أن جمع من أهل العلم من الشراح وغيرهم قالوا أنه لا يتعذر بالنسبة لصاحب القلب السليم، لا يتعذر بالنسبة لصاحب القلب السليم. وإذا أحب فلان فقد جاء التوجيه النبوي أنه يخبره بأنه يحبه، فيستحب له أن يخبره، لكنه لا على سبيل الوجوب والإلزام بحيث يأثم إذا لم يخبره، فإن أخبره لا شك أنه امتثل هذا التوجيه، وإن لم يخبره فإنه لا إثم عليه، لكن ينبغي أن يحرص على ذلك لتسود المودة والمحبة بين أفراد المجتمع الإسلامي.